زي مكان الإقامة والحالة الاجتماعية ومؤهلك الدراسي وعمل حضرتك وسنك، علشان نقدر نعرض بياناتك على صاحبة الإعلان ونقدر نقول لحضرتك رأيها في بياناتك، وربنا يقدم الخير للجميع بإذن الله ويرزق الجميع بالأحسن والأفضل ليه إن شاء الله. وعلشان ما اطولش على حضراتكم، نبدأ عرض النهارده ونخش في التفاصيل. عرض اليوم لمدام مطلقة بترغب في الزواج والاستقرار مع إنسان يتقي ربنا فيها ويصونها ويحافظ عليها. هي مؤهل عالي، بتعمل ولها دخل ثابت، وهي تقيم في منزل الأهل منذ طلاقها أو انفصالها من زوجها السابق. لديها أولاد يقوموا معها في منزل الأهل، لكن والدهم متكفل بجميع مصاريفهم ونفقاتهم الشخصية. وهي من عائلة محترمة جدا، ناس ملتزمين وعارفين ربنا، وأهم شيء بالنسبة لهم إنهم يشوفوا بنتهم مع إنسان تكمل معاها حياتها ويصونها ويحافظ عليها في نفس الوقت ويكون سند ليها، فربنا يقدم لها كل الخير إن شاء الله. مكان إقامتها مصرية، تقيم في محافظة السويس، السن 35 سنة. وفي ملحوظة هامة جدا، هي لا تقبل التعدد، يعني يا ريت اللي تواصل معايا بخصوص العرض ده ما يكونش بيدور على زوجة تانية. وقبل ما اقول لحضراتكم مواصفات الزوج اللي هي بترغب بالارتباط بيه، بحب افكر حضراتكم يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو تشجيعا ودعما منكم لنا، علشان نقدر نستمر في نشر المزيد والمزيد من عروضنا، علشان نقدر نساعد كل الناس الجادة في ايجاد الشخص المناسب ليهم. وبحب اشكر كل الناس اللي بتتواصل معانا وبتتفاعل معانا على فيديوهاتنا، وباكد لحضراتكم ان احنا مستمرين بيكم وبدعمكم، ويا رب نكون عند حسن ظن حضراتكم جميعا باذن الله. نرجع تاني ونكمل باقي تفاصيل العرض ونقول مواصفات الزوج. اولا، يكون مصري، ويكون مطلق أو أرمل لأنها لا تقبل التعدد زي ما أنا قلت لحضراتكم. ويكون قريب جدا منها في السن، ما يكونش فرق السن بينهم كبير وده من أهم شروطها. ويكون عنده دخل ثابت أو عمل ثابت. موضوع المؤهل ده هو مش فارق معاها، أهم شيء إن هو يكون متعلم مؤهل متوسط أو مؤهل عالي أو مؤهل فوق المتوسط، مفيش أي مشكلة. زي ما قلت لحضراتكم إن هو يكون قادر يصرف على بيت، ومفيش أي مشكلة إن هو لو معاه أطفال إن هم يعيشوا معاها، مفيش أي مشكلة بالنسبة لها. ويكون من نفس المحافظة اللي هي بتقيم فيها، لأنها ترغب في الإقامة خارج بلدها بسبب ظروف عملها ودراسة أولادها، فربنا يقدم لها كل الخير ويرزقها بالإنسان اللي يصونها ويحافظ عليها. طريقة التواصل مع والدها وهو ولي أمرها، فعلى من يجب بياناتها مناسبة ليه وهو في المواصفات المطلوبة. يا ريت يتواصل معاه برسالة فيها بياناته الشخصية كاملة لعرضها على ولي أمرها، وربنا يقدم لها وللجميع الخير إن شاء الله. وبكده العرض ده بيكون خلص، لكن عروضنا لسه ما خلصتش، فتابعونا باستمرار. ومع زواج اونلاين هتلاقي الاحسن والافضل ليك معانا ان شاء الله. وفي النهاية تحياتي لحضراتكم.